اللقاء اللي جمع اليوم النجم الساحلي بالترجي الرياضي كان خالي من كل رهان باعتبار أنه فريق جوهرة الساحل ضمن حصوله على المركز الثالث في البطولة الوطنية، في حين توج فريق باب سويقة منذ الجولة الماضية بطل للموسم الرياضي 97-98. وهات نسمعوا الملاعبية يحطوا لنا المباراة في إطارها. تعرف المقابلة ذي بالنسبة للنجم الساحلي مقابلة برستيج، خاطر معناتها خسرنا غاديكي معناتها لازمنا نردوا الاعتبار نتاعنا، وان شاء الله المباراة تكون معناتها ما تخرجش عن نطاق الروح الرياضية. ان شاء الله المقابلة تعدى في جانب الروح الرياضية، واللي يلعب خير واللي يستحق ربحه ومبروك عليه. دون المرور بعملية جسر النبض دخلوا الزوز فرق في صلب الموضوع، والنجم الساحلي حاول في بداية هالشوط مباغتة منافسه عن طريق الكرات الثابتة اللي كان مصدرها الاختصاصي رقم 1 في فريق النجم خوزي كلايتون، وكذلك على التصويب من مختلف المسافات عن طريق عماد بن يونس بالخصوص، واللي كاد إغالة الحارس شكري الواعر في إحدى المحاولات. الترجي في المقابل أحكم تغطية مناطقه الخلفية، لكنه مع هذا كان يقوم بمحاولات هجومية بقيادة الكنزاري والعروسي، واللي أقلقت برشا دفاع النجم، على غرار هجوم طالب على إثره الترجي الرياضي ضربة جزاء، وهذه العملية أمامكم. أبناء النجم من جهتهم طالبوا على إثر هالعملية ضربة جزاء. وعموما هذا ما كان في الشوط الأول اللي كان متعادل مع أسبقية نسبية للنجم الساحلي اللي ما عرفش طريق شباك منافسه. في الشوط الثاني تكرر نفس السيناريو تقريبا، وكل فريق توخى نفس الطريقة. النجم حاول منذ البداية افتتاح النتيجة، لكن ذلك ما كانش ممكن لزوز أسباب. السبب الأول لأنه منافسه أحكم إغلاق كل المنافذ المؤدية لمرماه، والسبب الثاني لأنه ملاعبية النجم كانوا يفكروا في التسجيل في أسرع وقت ممكن. الترجي الرياضي خلال هالشوط تحسن أداؤه وحاول الرد على الخناق اللي شده منافسه، وكان يعرف أنه حتى شيء ما يخليه يكمل المباراة براحة غير هدف. وبالفعل وفي الدقيقة 20 وعلى إثر توغل من ماهر الكنزاري وبارتماء رأسية على مستوى القائم الأول، ينجح سامي العروسي في افتتاح النتيجة. هالهدف بعثر أوراق مدرب النجم الساحلي اللي أقحم بعد ذلك زياد الجزيري وعماد المهذبي، لكن حتى شيء ما تغير، رغم أنه النجم الساحلي خلال هالشوط الثاني طالب في زوز مناسبات بضربة جزاء، والحكم ما شاطرهمش الرأي وآمر بمواصلة اللعب في مناسبتين. عموما الترجي الرياضي في هالمباراة عرف كيفاش يحافظ على انتصار يثبت به جدارته ببطولة هالموسم. اش بقى من المقابلة؟ للأمانة لابد من تحية الفريقين اللي أكدوا مرة أخرى أن مقابلات النجم والترجي ما تتطلبش رهان باش تتضمن الفرجة والتشويق. انتهت المباراة، انتهى الموسم، لكن أحلى مغامرة وأعظم مهمة باش تبدأ توا. العديد من لاعبي الفريقين فرنسا 98. كلمة الختام إذن بالتوفيق إن شاء الله.